سؤال أمني لسوريا مشان نأكد على هذا الأساس. السؤال السوري هو سؤال أمني حاليا. وشو أقصد إنه سؤال أمني؟ يعني إنه أنت تروح تجيب سلاح تجمعه وتحطه بإيد الدولة بس، وهذا حق مشروع للدولة. تنتهي من قصة إنه سوريا تتقسم ولا ما رح تتقسم. هذا كمان وحدة سوريا مطلوبة حاليا بهذه الفترة. تواجد الحريات بالضبط، الحريات لكافة مواطني الشعب السوري وكافة الانتماءات، مو من يحرر يقرر. تماما. وهون أنا يعني إذا بدي أحكي ولو شوي رأي شخصي كمان بهاي القصة، أنا بشوف إنه الاشتباك هو أفضل شيء ممكن نحن نعمله كمجتمع. هلا ما عم نحكي الاشتباك مو الشخصنة، مو انه نفوت باشخاص الناس، لا بدك تشتبك مع منظومة الدولة الموجودة حاليا، حتى لو هي شبه منظومة، بدك تشتبك منظومة فساد اذا موجودين، لازم نشتبك مع كل شيء، لانه هذا الاشتباك رح يعمل واحد من اثنين، يا رح يثبت انه الطرف الاخر اللي هو الدولة او مجتمع مدني او نقابي او شو ما كان هو قدران يصلح نفسه ويكون افضل، يا رح نعين على الاغلاط اللي لازم تنحل لانه نحن عم نشتبك معه. خلينا اقولها بطريقة مختلفة، انه بدنا نصل نحن كمجتمع مع السلطة الموجودة للنص، هذا الشيء المطلوب، ندفش نحن كمجتمع الموجودة ايا كانت طبعا، نوصل نحن مع وهذا هو التعاقد الاجتماعي. السوشيال كونتراكت هيك بصير، انه بتنازل الافراد عن جزء من حقوقهم والدوله تتنازل عن جزء ايضا من حقوقهم. على هذا الاساس مطلوب انه يكون في مجتمع مدني عم يدفش الحقوق لقدام يوصلها للنص، ويكون في ايضا سلطه كمان عم تحتكر العنف كمان بتوصلها للنص، فبالتالي نلتقي نحن والسلطه بالمنتصف، وهو هون بيطلع بصير بيئه آتية ومناسبه لحتى نعمل تعاقد اجتماعي ونمضي الى سوريا لمرحله الجديده. فهذا هو المطلوب يعني. والا اذا كان عكس ذلك، اذا المجتمع المدني تراخى وتنازل عن دوره قال انا بنتظر لحتى يصير تنتهي المرحله الانتقاليه ونشوف شو راح يصير بعدين. المرحله الانتقاليه بنشكل حزب هذاك الوقت، لا هو من هلا، فهي الفرصه الان مؤاتيه تماما، لكن لا تقوم على اساس طائفي ولا اساس عرقي ولا اساس مناطقي، انما هي على اساس وطني. يعني نعرف دائما نحن نقول انه يا اخي ليش الدوله ما عم تعمل لنا هيك، بس كمان نحن عندنا واجبات، يعني المسؤوليات كثيره، لكن نعرف كمان واجبات نحن اللي علينا لازم نقوم فيها. هذا شيء كمان مطلوب.